السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي في الله. عيد مبارك سعيد، نتمنى يدخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر إن شاء الله لكل المتتبعين ديالنا وكل المسلمين على بقاع الأرض. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. جيناكم اليوم إن شاء الله اللي هو نهار العيد، بغينا نقدموا معكم وبغينا نشاركوا معكم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن طنجية في الكوكوت إن شاء الله. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. نخليكم مع الشاب ابتسام. شاب ابتسام لك كلمة. شكرا الشيف عصام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي أخوتي، لاباس عليكم؟ عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بغينا نوجدوا معكم طنجية مراكشية، نشاركوا معكم الوصفة ديالنا ديال اليوم اللي هي عبارة عن طنجية أكيد مراكشية باللحم. عندنا اللحم حسب عدد الأسرة. بالنسبة للحم نختاروا الملج. الملج اللي تيكون هو اللي كيختارها وتيجعلها كيجي هذيك معلكة. ديك التعليكة ديال الطنجية كيجي زوين فيها الملج. عندنا هنايا اللحم، عندنا بالنسبة للبهارات العطرية عندنا الكمون، القزبر اليابس، الزعفران الزغبة. الزعفران زغبة بعد ما درتيه درتو في الماء باش يطلق. درتيه في كاس الماء، يعني داك كاس الماء هو اللي غادي دير فيه على الكاس هو اللي بدا نطيب به الطنجية ديالنا تاع اليوم ان شاء الله سي عصام. وعندنا كاس تاع زيت العود، عندنا معلقه تاع السمن، وعندنا حامض المصير، وعندنا الثوم. بالنسبه لينا حنا ما عندناش الثوم هكاك صايم، طحناه كامل. اللي عنده صين من احسن يديرهم الثومه بجلوف ديال هكاك 4 الفصوص ولا 5 الفصوص موين متوسطين ورميها فيها هكاك. حنا ما عندناش، غادي نكتفيو نضطروا نديروا الثومه محكوكه. ماشي مشكل. وعندنا الملح حسب، حيت عندنا المصير ملح بزاف، يعني الملح حسب الذوق. نديروا واحد شويه ديال الملح. داكوغ. دابا الشيف ابتسام غادي نديرو ان شاء الله في الكوكوت. اييه المهم غادي دابا ندوزو لطريقه التحضير. داكوغ الشيف ابتسام. غادي ناخذوا الكوكوت ديالنا، نديرو فيها اللحم ديالنا. بسم الله على بركه الله. نضيفو اللحم ديالنا، نديرو عليها زيت العود، نديرو معلقه ديال السمن، معلقه تقريبا، معلقه كبيره ولا صغيره على حسب السمن كي داير. حسب السمن كيفاش داير. انا نجي ندير معلقه كبيره بحال هكا، ما عمرش بزاف. نديرو معلقه على هذا الشكل هذا، نديرو معلقه ديال الكمون، معلقه كبيره تاع الكمون. بالنسبه للطنجيه ديالنا كتبغي الكمون لا باز ديالها هو الكمون والثومه. اي لا باز ديالها الكمون والثومه. غادي نديرو معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه ونص تقريبا كاع ديال الكمون بهذا الشكل هذا. نزيدو شوي، نديرو معلقه ديال القزبر اليابس، نديرو معلقه ديال الثوم، ما عمرش بزاف. غادي نديرو المصير. عندنا مصير حنا غنديرو غير النص تقريبا. الصيره ديجا صوبناه معكم. غادي نحيدو منه هذاك العلف اللي تيكون لداخل باش ما يمررش لينا الطنجيه ديالنا. نحيدو هذاك اللب شويه نرميوه مع اللحم ديالنا لداخل. تحتيه واحد العلفه. المهم هذا نرميوه هكا على هذه الطريقه. درتي نص مصيره؟ درت النص. اوكي.
نكتفيو بهذا القدر ونديرو الكاس ديالنا اللي فيه الزعفران. اللي فيه الزعفران، هذا هو الكاس الوحيد ديال الماء اللي كديري. اييه، كاس واحد وميم طون كندير فيه الزعفران باش يطلق فيه مزيان. اوكي. وغادي نخويو عليها بهذه الطريقه هكا. كتبقى لنا الملحه على حسب الذوق. الملحه على حسب الذوق. ولا غادي نزيدو شويه تاع الملحه حنايا. اصلا الحامض ما عندناش ملح بزاف. شويه تاع الملحه. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الزعفران الحر يقدروا يديروا الضامه ديال الزعفران الحر اللي كتباع في كاينين دابا موجودين الضامات، هي كتعطي بنه ديال الزعفران. كتعطي البنه ديال الزعفران الحر. هكا كنكونوا كملنا التوابل ديالنا. كناخذوا كوكوتي ديالنا ونحاولوا نحركوها بهذا الشكل ونسدوها، نحركوها كي كيحركوا الطنجيه في الناس اللي كيديروا الطنجيه ديال الفرناتشي. سدوها مزيان الكوكوط بهذا الشكل ونحركو بحال هكا. هي الطريقه اللي كيديروا بها الطنجيه. اييه، الطنجيه ديال الفرناتشي. حنا غنديروا الطنجيه ديال الكوكوتي. نكتفي بالطنجيه ديال الكوكوط وتنديروها على نار شويه مجهده حتى تصفر ونقصوها. متوسطه ماشي مجهده كاع بزاف. بين ما صفرنينا تقريبا يعني عافيه متوسطه ما تكونش مجهده. وي تقريبا لا تحرقوا لينا الجناب ديالها ولا شي حاجه. ومني تصفر الكوكوتي ديالنا نقصوها على نار مهيله، نقصوها كامله شمعه كما كنقولوا شميعه. ونبدا نتسناوها حتى تطيب تقريبا ساعه الا ربع ونحلو عليها نشوفوها حسب اللحم كيفاش دايره. اوكي، دابا الشيف غادي نديروها فوق البوطه في النار مهيله ونديرو فيها الصفاره. من بعد ما غتصفر لينا نار شويه متوسطه، من بعد ما غتصفر لينا نقتلوا البوطه نقصوها مزيان ونخلوها تقريبا 45 دقيقه. 45 دقيقه نطلعوا عليها. داكور الشيف. علاش من هنا ل 45 دقيقه غادي نرجعوا من المتتبعين ديالنا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطنجيه ديالنا. اييه ان شاء الله بحول الله. يلا اخواني اخواتي ما تزابيوش، خليكم معنا تنشوفوا الشكل النهائي ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. واكيد غادي تجي زوينه حيت الطباخه ديالنا ابتسام راه مراكشيه بلا ما نعاود لكم. شكرا السي عصام، بارك الله فيك، الله يكبر بك. نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تصيب الطنجيه ديالنا ونوريو عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا، الصحه عيدكم. ودابا ملي حلينا عليها لمده ساعه الا ربع تقريبا لقينا هذا هو القوام ديالها. اللحمه طابت معلكه، تيبقى شويه ديال المرق. اللي بغاه راه كيخليه، كاين اللي كيبغي المرق واللي ما بغاش يخليه شويه. حل عليها ويخليه يشرب واحد شويه. ضروري ما نحلو عليها باش تشرب واحد باش شويه يشرب المرق. هذا هو القوام ديالها. بالنسبه للمرقه كتبان لي المرقه راه خاطره واللحمه طابت هاي معسله. وانا غادي نخليها شويه تشرب واحد شويه ومن بعد نتلاقاو باش نقدموها لكم ان شاء الله. اوكي شاف ابتسام، بارك الله فيك. السلام احبائي المتتبعين والمتتبعات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الطنجيه ديالنا المراكشيه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. تجي بنينه وخطره، يا سلام مذاق يا سلام. نتمنى تعجبكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي احبائي في الله. خلينا حتى شربات الماء ديالها كتجينا على هذا الشكل، كيبقى داكشي خاطر. يا سلام، طيبه مزيان على الخاطر. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. يلا مع السلامه احبائي في الله، دمتم في رعايه الله وحفظه. الى وصفه قادمه ان شاء الله. باي باي. باي باي.